بيكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنا في نقطة ودي أشير لها يا دكتور بعجالة يعني. نعم. أنا أحب أبناء جازان، ودي يعني أقول فيهم حقائق يعني وليس مدحا. سم. في آخر 5 سنوات تقريبا 25% من أبناء جازان التحقوا بكليات الطب والهندسة في المملكة. نعم. إيه. ثاني شيء حوالي 30% من 25 إلى 30% من أبناء منطقة جازان هم من الأسياد والأشراف. نعم. وآل البيت. نعم. ثالث شيء كثير من المشايخ والدعاة ورجال الدين. نعم. والقضاة من أبناء منطقة جازان. نعم. كثير من الموهوبين، وأهل جازان أبناء جازان أكثرهم موهوبين بالفطرة يعني. فطبعا فيهم الصحفيين اللامعين ومشهورين معروفين في الجرائد المملكة العربية السعودية. أيضا هناك الرياضيين مشهورين يعني لاعبين كرة القدم في أندية ومشهورة ومعروفة من أندية الدرجة الممتازة. وأيضا لا ننسى رجال الأمن، كثير من رجال الأمن ورجال الجيش وقوات الأمن الخاصة، كثير منهم من أبناء منطقة جازان. وأنا حبيت يعني أقول هذه الحقائق يعني ليس كمدحا بل كتوثيق للحقائق، وإحنا نشكر لهم دورهم في تنمية المملكة العربية السعودية ودفع عجلة التنمية في بلدنا الغالي المملكة العربية السعودية.